الفيديو التاني من سلسلة الفيديوهات التعليمية الخاصة بالفرش. في الفيديو الأول عرفنا مع بعض أنواع الفرش الشعر الطبيعي والصناعي، شكلهم ايه، الملمس بتاعهم، استخداماتهم، مميزاتهم وعيوبهم والغسيل بتاعهم، كل حاجة. فعرفنا أنواع الفرش، ندخل بقى على أشكال الفرش. ده موضوعنا في الفيديو ده. أقدر أصنف لك كده بشكل عام شكل الفرش لشكلين: في فرش منفوشة وفرش مضغوطة. ممكن ناخد دول كده كمثال للفرش المنفوشة. ايا كان الشيب بتاع الفرشة عامل ازاي، يعني مثلا مدورة، كبيرة، مستطيلة، انجلد كده شوية، كبيرة عموما ولا فرش صغيرة. ايا كان، مش هندخل في التفاصيل دي، انا بتكلم في المجمل. ان شكل الفرشة الشعر بتاعها منفوش، الشعر بتاعها هي فلافي كده، الشعر بعيد عن بعضه. تمام. بادئه الفرشه كده مضغوطه وطالعه منتشره. ايا كان بقى هي شكلها وحجمها ايه، المهم ان هي تتصنف فرش منفوشه. الفرش دي بنقول عليها فرش دمج. دمج توزيع، انا بحط بيها الوان، عايزه اخليها تنتشر، عايزه اوزعها، عايزه اخففها، عايزه ادمجها. اللي بيساعدني في ده هي الفرش المنفوشه دي. اما الفرش المضغوطه فهي عكس الفرش المنفوشه، الشعر بتاعها بيبقى مضغوط كده في بعضه. يعني ال الشعر ماسك في بعض، لازقين جنب بعض، المسافه ما بينهم يعني قليله جدا. الشعر مرصص ماسك في بعض، مضغوط، مش سهل تحركي الشعر يمين وشمال وفلافي كده ومنفوشه معاكي، لا، الشعر مضغوط. ايا كان برضو مع اختلاف شكل الفرشه. تمام. انا بصنف دلوقتي بشكل عام وعلى نطاق واسع، ان ايا كان بقى كبيره صغيره شكلها عامل ازاي، المهم ان كلهم يعني فيهم صفة مشتركة، ان الشعر بتاعهم مضغوط وماسك في بعضه. دي وظيفتها عكس التانية انا بوزع بيها وبنتشر وبدمج. فاهمين؟ دي بقى لا، بتحط لي الحاجة حط كده زي ما هي، بنحط البرودكت بيه زي ما هو. الالوان انا بركزها وبحطها حط بالفرشة دي، حطيت اللون بالفرشة دي ركزته، عايزة بقى ادمج الطرف بتاعه، بروح لفرش ايه، بتكون فلافي كده منفوشة. كده احنا عرفنا النهاردة وصنفنا شكل الفرش بوجه عام لفرش منفوشة، فرش دمج، وفرش تانية مضغوطة. الفيديو الجاي بقى احنا كل نوع من دول يندرج تحته بقى اشكال كتير قوي من الفرش، زي ما شفنا ولسه في اشكال تاني كتير. احجام بقى كبير وصغير، والشيب نفسه بتاع الفرشة مختلف، ودي مقطوشة من الجنب ودي مستطيلة ودي مش. الاشكال بقى دي استخدمها في ايه، انهي فرشه لاستخدام ايه، فرش الوش، فرش العيون، الحواجب، الايلاينر، الروج، الفرش اللي اوزع بيها حاجات كريميه ولا اوزع بيها حاجات باودر. الكلام ده كله هنعرفه الفيديو الجاي. باي.